الدولار النهاردة عامل فيها ابن أصول. قرر يقعد ساكت وما يتحركش مستقر قدام الجنيه المصري في عطلة نهاية الأسبوع للبنوك. والبنك المركزي حافظ على نفس المستويات اللي كان قافل بيها قبل كده. وفي نفس الوقت الدولار عالميا بيتهز شوية كده، نازل نزلة بسيطة مع كلام كتير عن احتمال انهم يخفضوا الفايدة في امريكا في شهر سبتمبر. أما تعال نشوف الأسعار في البنوك عاملة إزاي. في البنك المركزي المصري في الشراء 48.23 جنيه، وفي البيع 48.36. في بنك الإسكندرية 48.25 للشراء و48.35 للبيع. في بنك سي اي بي 48.36 للشراء و48.26 للبيع. في بنك فيصل الإسلامي 48.27 للشراء و48.37 للبيع. في المصرف المتحد 48.25 للشراء و48.35 للبيع. في بنك القاهرة 48.30 للشراء و48.40 للبيع. في بنك التعمير والإسكان 48.27 للشراء و48.37 للبيع. في البنك الأهلي المصري 48.28 للشراء و48.38 للبيع. في بنك مصر 48.28 للشراء و48.38 للبيع. في البنك الأهلي 48.22 للشراء و48.32 للبيع، وهو بنك قطر الأهلي. في بنك قناة السويس 48.27 للشراء و48.37 للبيع. يعني كل البنوك ماشي حوالين نفس المستوى. الدولار بره نزل نزلة صغيرة بعد أسبوع كان مليان بيانات اقتصادية، والناس هناك مقتنعة إن البنك الفيدرالي هيجي في سبتمبر ويقول يلا نرخي الحبل شوية وننزل الفايدة. وبالمرة الدنيا كلها مستنية اللقاء اللي هيحصل في ألاسكا بين ترامب وبوتين عشان يتكلموا عن أوكرانيا. يعني الموقف عامل زي ماتش كورة، كل الناس قاعدة مستنية الحكم يصفر، مع إن النتيجة مش واضحة إذا هتأثر ولا لا على الأسواق. الخلاصة يا معلم، الدولار في مصر واقف مكانه النهاردة حوالي 48.3، والبنوك نايمة شوية عشان الويكند، وبره الدولار بيتأرجح، ومستقبل الفايدة الأمريكية هو اللي هيلعب الدور الكبير الجاي. ونصيحة كده، لو معاك دولارات استنى قرارات سبتمبر، الدنيا لسه هتسخن.